والحمد لله. الحمد لله الذي خلق الخلق وخلق الإصلاح ورفع السماء وذرف الرياح، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وتهجد وقام وطاف بالبيت الحرام، عليه وعلى اله افضل الصلاه واتم السلام. اما بعد، فاوصيكم ايها الاحباب ونفسي بتقوى الله، فانه من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن ساله اعطاه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، مع شروق شمس هذا اليوم تشرق وجوه الصائمين القائمين، تشرق وجوه الضائعين العاملين، وتعلو وجوههم ابتسامة الفرح والسرور. تلك الفرح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وأي أعظم من فرحة يفرحها العبد وقد أدى عبادة يتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى، وأي فرحة يفرحها العبد وقد أدى أحد أركان الإسلام ألا وهو الصيام. هذه الفرحة التي هي فرحة أولى صغرى، والثانية عندما يلقى جزاءه عند ربه، جنات تجري من تحتها الأنهار يقال لهم فيها كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا اليوم يا عباد الله يوم العيد، هو يوم توزيع الجوائز، الجائزة العظمى التي يحرص عليها العبد، وهي غفران الذنوب. حين أخبر صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان وقامه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. وأينا لا يريد مغفرة الذنوب والآثام؟ جاء عن سعيد بن أوس الأنصاري عن أبيه في حديث يرفعه: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فينادون: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب على الجسيد. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، أطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم، فإذا صلوا نادوا